خويا كان معروف بالجدية والحنان، ديما كيساعد الناس وكيوقف معاهم بالضيقات. ملي قرر يتزوج اختار وحدة صغيرة عندها 18 عام، قال باللي غادي يلقى معاها الراحة والحب والحنان. ولكن من أول أيام الزواج بدا كيشوف أمور ما كانش في الحساب. البنت اللي تزوج بها ما كانش كتفكر في الدار ولا في الخدمة، كتجلس بالساعات قدام التلفاز ولا في التليفون وما كتعرفش تدير والو. هو اللي كيطيب، هو اللي كينقي، هو اللي كيدير حتى الشراب ديال الشاي، وكان كيسكت على خاطرو حيت كيبغيها. مرات مشيت عندها وقلت لها باللي راجلك مسكين كيفاش في الدار بوحدو. قالت لها شوفي بنتي، الراجل ديالك خدام في الدار وخارجها، خصك تعاونيه باش تكبري في عينو. انت بغيتي غير تعلمي كيفاش تولي مرأة مسؤولة. هي جاوبتني بابتسامة ساخرة وقالت حنا في اللين و25، كل واحد خاصو يعتمد على راسو. انتما كنتو كديروا كل شيء للرجال، هذه حياتكم، اما انا ماشي ضروري نعيش بحالكم. كلامها خلاني نتحير. حاولت نفسر ليها ان الزواج مشاركة ومسؤولية، الراجل ماشي عبد عند مراتو، ولا المرأة ماشي جارية عند راجلها. كل واحد خصو يدير جهدو باش الدار توقف وتبقى عامرة بالمودة. ولكن هي كانت راسها قاصح. قلت لها البنات في زماننا كانوا كيوقفوا مع رجالهم، كيعاونوا في الدار وكيصونوا العشرة. جاوبتني وهاد الشي ما خلاكمش تتعبوا وتربيو ولادكم وتبقوا مهمشات. انا شي ما باغيش هاد المصير. الزمان داز ودابا عام كامل فات على زواجهم. الغريب ان خويا مازال كيبغيها بحال النهار الاول، كيدير كل شي بيديه، يطيب ينقي يغسل ويرتب، هو فرحان وبحال وكانه عايش بوحدو. الناس الدوار كيبقاو يهضروا ويقولوا هاد البنت ما كتصلحش، غدا تولي المشاكل. ولكن خويا كان كيدافع عليها وما كيخلي حتى واحد ينطق كلمة خايبة عليها. الحب ديالو كان أكبر من كل الانتقادات. أنا بقيت حايرة، واش هي اللي عندها الحق حيت كتعيش على طريقتها، ولا خويا هو اللي ماسلم بزاف وما بغاش يفرض عليها واجباتها. مرات كنقول يمكن غير عندها الزهر لقات راجل يرضى يدير كل شي. ولا مرات كنقول يمكن ان اللي غلطة حيت ما عرفتش قيمة الزمان الجديد. البنات دابا عندهم افكار اخرى، بغاو الحرية، بغاو كيكونوا متساويين مع الرجال في كل شي حتى في الدار. مرة سولتو واش ما كتعيش وانت كدير كل شي بوحدك. جاوبني وهو كيضحك انا ماشي كنشقي، انا كنرتاح ملي كنطيب، ولكن نقي كنحس براسي حر وماشي مربوط بعادات قديمة. كلامو خلاني نغرق في التفكير. هو لقى السعادة بطريقته وهي لقات راحتها بلا ما تشقى. يمكن هاد الشي ماشي عدل، ولكن كان بيناتهم تفاهم غريب. المرأة الصغيرة
ما كتكونش قاسية، بالعكس كانت كتدلو بالكلام الحلو والهضرة الزوينة. يمكن هذه طريقتها في الحب، ماشي الخدمة ولكن الحنان والضحكة والوناس. بقيت حيرة ما بين التفكير القديم وتفكيرهم الجديد، ولكن قلت في راسي إلا هو فرحان وعايش مرتاح علاش نصدع راسي؟ الحب كيعني التفاهم قبل ما يعني القوانين.